محسن عازف درامز، ومش أي عازف، لأ ده كان عامل زي الساحر بصوابعه. كل ما يقعد ورا الطبلة بتاعته اللي معمولة من جلد الجدي، الأصوات كانت بتطلع وترقص في الهوا كأنها كائنات عايشة. كانت معاه طبلة شكلها غريب ورثها عن جده الكبير، لونها أسود قديم وعليها رسومات مش مفهومة. في ليلة من الليالي وهو قاعد بيتمرن في أوضته الصغيرة، حس إن في حاجة غريبة بتعزف معاه، أصوات خفيفة كده كأن في صوابع تانية بتخبط على الطبلة مع صوابعه، بس ما كانش شايف حاجة. ما اهتمش في الأول وقال أكيد دم التعب. بس في الليالي اللي بعدها الأصوات دي زادت وبقت واضحة، والنغمات اللي بتطلع من الطبلة بقت غريبة وتخوف. في مرة كان بيعزف لحن هادي، وفجأة اللحن ده اتجنن وبقى إيقاع سريع ومجنون كأنه بينادي على حاجة. محسن حس بقشعريرة في جسمه كله، وفهم إن الموضوع مش هلاوس. الطبلة هي اللي كانت بتتحكم في الإيقاع وبتطلع أصوات هو معزفهاش بنفسه. قرر محسن إنه يسيب العزف يوم كامل عشان يرتاح من الإحساس الغريب ده، بس معرفش يتهنى براحته. في نص الليل صحي على صوت الطبلة. الطبلة كانت بتعزف لوحدها في الأوضة، وإيقاعها زي دقات قلب واحد مجنون. جري محسن على الأوضة، لقى الطبلة بتنور من جوه بضوء أحمر خافت، والإيقاع عمال يزيد جنون. محسن خاف واترعب، وفهم إن الطبلة دي مش مجرد آلة، لأ دي فيها حاجة غريبة، أو بالأصح هي بوابة لعالم تاني. في اللحظة دي طلع من الطبلة شبح، وشه أسود وعينيه فاضية زي البير الغويط. الشبح ده ابتسم ببطء ومد إيده ناحية محسن وعزف على الطبلة بصوابع من نار. كانت النغمة دي هي نغمة الحياة الأخيرة. أول ما محسن سمعها وقع على الأرض، وعينيه فضلت متنحة في الطبلة اللي بتنور. ومن ساعتها محسن اختفى ومحدش شافه تاني. بس من بعدها كل يوم بالليل الناس اللي في المنطقة بيقولوا إنهم بيسمعوا صوت طبلة مجنونة بيطلع من أوضته، كأنها بتدور على عازف جديد أو ضحية جديدة.